اليوم سويت لكم كليتشة بطريقة مختلفة وكلش طيبة. أنا هنا سويتها العجينة بيضة، بس دهنتها بصفار البيض وخليت ويا الصفار مال البيض قهوة. يلا خلينا نشوف طريقتها. السلام عليكم، رجعت لكم فيديو جديد. فيديو اليوم راح اسوي كليتشة. خلينا نشوف طريقتها. أنا عندي كيلو من طحين. هاي بالبداية راح نخله للطحين. بهاي الطريقة كلها راح نخله. هسه هاي بعد ما نخلت الكيلو من طحين راح اضيف ظرف واحد بيكنج باودر ما يعادل 10 غرام، 2 ظرف فانيلا 10 غرام، الظرف 5 غرامات. راح اضيف 2 كريم شانتيه، الظرف الواحد 175 غرام، العفو يعني ظرفين 150. كوب شكر، راح اضيف معلقة اكل ملح. هاي الطريقة ما اترسها. هسه راح اخلط هاي المواد الجافة. هسه هاي بعد ما لبست المواد الجافة، هسه هنا أنا عندي زبدة 750 غرام. هسه راح ابدي اضيف. راح الوخها بهاي الطريقة. راح الابس الزبدة بالطحين بهاي الطريقة. هسه هاي بعد ما لابستها حضيف لها كوب العفو نص كوب لبن. هذا كله بهاي الطريقة يسوي بيه. هسه هنا أنا حضيف بيضتين. هنا هاي الصفار بعدين راح احتاجه. اخذت بس البياض. هسه هنا حضيفه. هسه ارجع الابسها بنفس الطريقة. هسه حضيف لها كوب حليب. هذا اللي لابس بيها بهاي الطريقة. هسه هنا حضيف لها نص كوب. تظل بهاي الطريقة. اذا احتاج لها بعد حليب هم احط لها شوية. هسه هاي انا ضفت بعد ما ضفت لها نص جلاس، العفو نص كوب، رجعت مرة ثانية ضفت لها النص الاخر. طبعا كل عجينتها بهاي الطريقة. يعني ما عجينتها مثل العجين العادي. هسه حغطيها، اتركها شوية بين ما احضر السمسم التمر. هسه هاي يعني هنا بعد ما حضرت هنا الحلقوم قسمته بهاي الطريقة. هنا اللي بجوز، هنا المبروش خليت عليه الشكر وهي المطحون. هنا السمسم خليته على النار تغير لونه، خليت عليه الشكر وهي المطحون، لابستهم بهاي الطريقة.
هنا التمر وخرت النوى ماله، خليت عليه زبدة وخليته على النار لحد ما صار بهاي الطريقة. خليت له شوية هيل. هسه أنا هنا راح ابدي اشتغل بيها. اقطع العجينة بهاي الطريقة. اقطع كمية واشتغل بيها. هسه أنا راح اشتغل بهاي. هنا أنا حطيت الصينية مالتي، خليت عليها ورقة مال زبدة. أنا راح اشتغل بالقالب، كل شكل اسوي بيه طبعة. انتو اذا حابين عادي يعني بلا قالب، بس أنا هنا راح اشتغل بالقالب. هسه أنا راح ابدي اشكلها. هسه هاي بعد ما نشكل الصينية. هسه هذا صفار بيتين، هخلي عليه شوية هيل، شوية قهوة، هخلي عليه ملعقة كوب حليب. اخبطها بهاي الطريقة. هسه راح امسح الوجه مال الكليتشة بهاي الطريقة. هسه راح ادخلها الفرن. هسه هاي خلصتها، راح ادخلها الفرن درجة حرارة 180 من الاسفل. هسه هاي بعد ما شويتها خليتها على درجة حرارة 180. خليتها تقريبا ربع ساعة. شعلت الجوة، بس الجوة اخذت لون، بعدين شعلت الفوق اخذت لون وطفيتها. وهاي شكلها النهائي. هاي الكليتشة طريقتها مختلفة وكلش طيبة وهشة. اتمنى تجربوها وتعجبكم. اتمنى الفيديو ينال اعجابكم. لا تنسونا باللايك والاشتراك. الى اللقاء.